مش باش تفهم البلاد معناها مش باش تفهم السيستم. واجهت مشاكل في الدراسة اللي هي الأكثرية معناها من الديفرنس متاع الكالتشر. الخدمة هي الحاجة اللي بدلت لي نظرتي على اليابان، ولو اني نعرف راهو اللي هي اليابان معروفة معناها بالتوكسيك وورك كالتشر. اما الحق معناها I was not lucky في القراية but الحمد لله I was lucky في الخدمة. معناها ديما مهما تخدم ديما ما يشوفوا كان الحاجة اللي ما عملتهاش متدمر فرحان حزين، عندك 100,000 حاجة في النهار يلزمك تعملها. هذا البرنامج برعاية Kneehead Photography. Unique style. عسلامة Tunisians everywhere. اسمي سلمى شوالي، عمري 31 سنة، نخدم في اليابان Renewable Energies Engineer. عندي 6 سنين في اليابان، بريسك 6 سنين. جيت عام 2019 عملت PhD في Renewable Energies Engineering. بعد بديت نخدم as performance analysis like in solar and wind في شركة في اليابان، شركة international أما في اليابان. خليني نقرر نخرج من تونس نتصور كيما الناس الكل معناها بعد ما تخرج بديت نخدم وكل، حسيت اللي مش هذا الايديال اللي نلوج عليه ولا مش حتى الايديال معناها، لا حسيت روحي مش حاضره معناها باش نبدا نخدم وأون بلوس مش احسن ظروف وكل. فحبيت نزيد نكتشف، نزيد نفهم روحي اكثر شنو نحب، نزيد نشوف العالم معناها اكثر، نشوف ناس اكثر، نفهم معناها شنو الحاجه اللي نحب نخدمها بالضبط وكل، مش نمشي just going with the flow. يعني خاطرني قريت حاجة معينة نمشي نخدم وكهو، يعني أول خدمة جتني وكهو. الحق نتاع ربي معناها بريسك الناس الكل سبورتتني. يعني بيان سور بالنسبه لي بارون سي ان بو ديفيرون، مثلا الحق كان خايف برشا معناها هو يخاف عليا وكل، دونك هو مش ما كانش مشجعني، ما كان خايف عليا. والحق امي كانت معناها بالعكس مشجعتني وتحبني نخرج خاطر حستني مش فرحانه معناها وكل، دونك هي شجعتني زاده باش نخرج. وكيف كيف عائلتي واصحابي بريسك الناس الكل. كيما اي انسان معناها كان عندي تردد وتخوفات. الحق متاع ربي وقتاش حسيتهم معناها فريمون حسيتهم ممكن بريسك شهر قبل ما نسافر. وكيفاش معناها شنو حسيت؟ ما خفتش مثلا من تجربه جديده، بالعكس كلي كنت متحمسه على الاخر معناها بلاد جديده وكل وعيشه، وفي مخي عرفت باش نعيش وحدي وحاجات هذيك الكل. مي وقت اللي قرب الوقت حسيت روحي باش نتوحش العائله برشا معناها خاطرني مانيش متعوده نبعد عليهم. كيف اصحابي يعني حسيت روحي بالحق بديت نفهم اللي راني باش نمشي البلاد ما عندي فيها حد، يعني وقتها خفت شويه. أصعب حاجة واجهتها كي وصلت لليابان ديفنتلي مش باش تفهم البلاد معناها مش باش تفهم السيستم هذاك الكل معناها to be honest. كان فما ناس who were supporting us معناها اللي في الجامعة وكل شيء، فالحاجات هذيك الكل كانت واضحة، الأمور الإدارية وشنو لازم تعمل وكل. الحاجة اللي واجهت فيها صعوبات الحق هي الانتغراسيون معناها، وحتى التو معناها زدت نواجه في صعوبات. نتصور أكثرية الناس اللي تعيش في اليابان تنجم تفهم النقطة هذه، وناس معناها راهي تعيش في نفس النقطة هذه. تجربتي مع تعلم اللغة الحق متاع ربي تعلمت الجابوني معناها من الأول، كنت نافحة وكل 4 شهور الأولانيين معناها كنت نافحة ونقرأ وكل. بعد كي روحت لتونس روحت بعد 4 شهور في فاكانس معناها، ورجعت كي رجعت حسيت روحي هكلي عملت بارير بيني وبين البلاد ثقافة معناها وبين اللغة. ومن وقتها ما عادش نحب نقرأ اللغة معناها، بالحق ما عادش نجم نحط كتاب معناها ونقرأ ولا نحط في مخي معناها. كلي حسيت روحي لا مشيت الفاز متاع الهانيمون فيز يعني، ودخلت في الحياة الحقيقية معناها في اليابان وكل شيء. سورتو وقت اللي بديت نمشي للابو وكل حسيت روحي لا ما نحبش نبقى هنا، سي بون بنيت كالبارير ما تعلمتش اللغة. ما الحق متاع ربي معناها هو اي انسان نتصور في اي بلاد باش يعيش فيها. توا عندي راهو 6 سنين كمان مش شوية يعني. مثلا بالحق نفهم معناها نفهم اغلبية الكلام كي يبدا عبد يحكي معايا، حتى كان ما نفهمش 100% نفهم 75%. كيف نعرف نجاوب معناها نعرف نوصل المعلومة متاعي. فما كلام وفما جمل معناها تحب ولا تكره راك باش تحفظهم، امبوسيبل معناها باش تعيش في بلاد المدة الطويلة هذيك الكل وماكش باش تحفظهم معناها ما تنجمش تصير الحكاية هذيك.
الحق متاع ربي واجهت مشاكل في الدراسة اللي هي الأكثرية معناها من الديفرنس متاع الكالتشر. الورك كالتشر معناها ولا ستادي كالتشر في اليابان مختلفة ياسر على في تونس. معناها لهنا أصلا هو الكونسيبت متاع إنه أنت يكون عندك لابو ويكون عندك سوبرفايزر معناها وديما يتبع فيك ويتبع في خدمتك وكل مختلف علينا نحن في تونس. معناها متاع تمشي تسرح على روحك وتجي كان قبل ليلة الدفوار تحضر ليلة صلاة وتنجح. معناها لهنا فما الكونسيبت متاع انه انت لازم يشوفوك كل يوم في اللابو، لازم يشوفوك اللي انت كل يوم تخدم هكا ليل ونهار وتروح مخر وكل سينو معناها تتسمى ماكش تخدم. هي مش حكاية الخدمة في حد ذاتها معناها هل انت برودكتيف ولا لا، معناها هي الاكثرية الحكاية حكاية مظاهر خلينا نسميوها هكا. وفما ميس كوميونيكيشن يعني because of that culture difference كان فما ميس كوميونيكيشن. الحق متاع ربي بالنسبة لي انا كيما بالنسبة لبرشا عباد معناها قرأت في اليابان تجربتي مع القراية ما كانتش باهية جملة، وبالحق معناها حتى لتو مازلت نحاول ننسى ونخرج منها معناها التجربة هذيك. سيتي تري دور معناها. والاكاديميك فيلد في اليابان ماهوش طيارة برشا، مش طيارة راهو مش نحكي كوتي سيونتيفيك والا لايك ساينتيفيك بروجرس ولا ما نعرفش الحق I cannot judge من ناحية هذيك. اما نحكي كورك كلتشر بصراحة not the best و not for the weak. بالحق تتعب برشا معناها لهنا اذا كان انت ماكش محراث وماكش خدام راهو ما يفهموكش وما همش باش يفهموا الستيل نتاعك، وانت باش تعدي الوقت تحاول تبرر الطريقه نتاعك وهما باش يحاولوا يقنعوك بالعكس. وفي الاخر تو بي اونست معناها ما نعرفش كيفاش خرجت منها راني حتى لتو معناها راهو I would not say it didn't end well. في اخر المطاف خذيت الدبلوم تاعي ما خرجتش معناها نفسيا ما خرجتش في احسن حاله يعني. بالنسبه للخدمه كانت لي العكس الحق نتاع ربي. الخدمه نتاعي so cool very cool work environment. الناس اللي نخدم معاهم اكثرهم اجانب very few Japanese معناها و they are so cool. ما فماش هذا لو واحد يبعث لك ايميل في ويكاند لو واحد يبدا يعمل لك فكل toxic pressure لا حد شيء. very understanding managers very encouraging very appreciative. الحمد لله وكهو. الخدمه هي الحاجه اللي بدلت لي نظرتي على اليابان ولو اني نعرف راهو اللي العكس هي اليابان معروفه معناها بالتوكسيك ورك كلتشر. اما الحق معناها I was not lucky في القرايه but الحمد لله I was lucky في الخدمه معناها. دونك الحاجه هذيك خلتني نعمل ليكيليبر معناها راهو في اليابان فما هكا وهكا. كيف حتى من كوتي القرايه عندي برشا صحابي قراو معناها عملوا PhD مع دي بروف very cool very understanding. ما فماش بريسيون ما فماش توكسيسيتي هاك ما خدمتش هاك ما عملتش 20 ساعه في اللابو ما نعرفش شنو لا. سو معناها it depends on the person. بالحق واحد ما لازمش يحكم مالوغوزمون معناها الحاجات هذيا ماكش باش نجم تعرفها اذا كان باش تجي تقرا في اليابان. الحاجه الوحيده اللي تنجم تعرف بها يمكن انك تسال عباد في نفس اللابو على البروف نتاعك سينو راهو صعيب ياسر باش تعرف. خاطر مثلا البروف نتاعي قبل ما نجي he was very kind he was very gentle وكل شيء معناها كنت نحكي معاه بالإيميل وكل وما حسيت حد شيء يعني. وبعد كي جيت وبديت نخدم معاه هو راهو معناها مقارنه دي بروف اخرين يظهر جونتي وكل ما لا معناها كي تقرا الإيميل كلام فيري نيجاتيف ديما مهما تخدم ديما ما يشوفوا كان الحاجه اللي ما عملتهاش. بالنسبه للمشاكل وكل في القرايه الحق معناها كنت نعبي في وقتي وكنت نحقق في الانجازات نتاعي في حاجات اخرى معناها كيما سبور كيما اني نقرا برشا كتب كيما اني نسافر كيما اني نمشي معناها ندور في اليابان كيما اني نعمل في بارت تايم جوبز كيما اني نروح لتونس نحاول اكثر من نجم نروح. دونك هذاك كيفاش تعاملت معاها الحق خاطر حاولت برشا مرات معناها I tried to communicate with him. حاولت نفسر له ستيل نتاعي راني ما نحبش معناها كنبدا نخدم وخايفه راني ما نجمش نكون هكاكا معناها اذا كان نشوف اني من حقي ناخذ عطله راني باش ناخذ عطله ما يهمنيش معناها بروفي يتغش عليه ولا ما يتغشش عليه. الحق راهو معناها it makes no sense to me شيء ما فهمنيش معناها بالحق. حاولت برشا مرات ما فهمنيش في الاخر ايست سي بون مانيش متغشى معناها اني ايست معناها هذاك هو بالحق. تبدل في حياتي اليومية اني بيان سور وليت نعمل على روحي اكثر معناها وليت كل شيء يلزمني نعمله وحدي واذا كان ما نعملش كل شيء وحدي راهو مش باش يعملوا حتى حد. نشوف اموري الكل ديما معناها ما فهم there is no time يعني to crawl in your bed معناها ومش سايب الدنيا تمشي هكاكا وامك تحل عليك الباب تجيب لك الفطور بوك هو اللي لاهي بالفاتورات وما نعرفش شنو. ما فماش لهنا معناها انت تعيش وحدك متدمر فرحان حزين عندك 100
10,000 حاجة في النهار يلزمك تعملها، إذا كان ما تعملهاش مش باش يعملها حتى حد غيرك. ممكن تخليك أقوى، تخليك more reliable more responsible، تتعلم إنك تحل المشاكل بطريقة أسرع، تكون more rational، يعني إنه تعرف فما حاجات لازم تحط فيها الانرجي متاعك وفما حاجات ما تحطش فيها الانرجي متاعك، وفما حاجات معناها like necessities، يعني انت لازمك حتى كان ماكش سافا لازم you find a way باش تعملهم الحاجات هذوكم يعني. الحق متاع ربي من السوشيال ميديا، معناها حكيت مع برشا ناس. خليني نوضح ساعة اللي to be honest يعني علاقاتي راهي مع الأكثرية مع أجانب ما همش شبابنا، فما برشا توانسة وفما برشا أجانب من بلدان أخرين وفما very few Japanese people يعني. وهذا يرجع إنه الجابانيز معناها الحق to be honest مع شخصيتي ما لقيتش كيفاش معناها the way how we can connect يعني. فهمت ساعات مع الجابانيز ساعة أول حاجة خاطر عندي اللانجوج بارير بيان سور، مانيش نتعلم بالكدا في اللغه، فديما الكونفرساسيون باش تكون محدوده. كي تكون الكونفرساسيون محدوده it would be معناها it will be repetitive، تحس روحك تعمل في نفس الكونفرساسيون مع الناس الكل وتولي بورينغ بالنسبه ليك، وتولي ما عادش تحب تمشي معناها اكثر من انه جست تعرف العبد معرفه سطحيه. الحق it was part from my side، وزاد الحق خاطرني فما برشا حاجات نحسهم درا كيفاش معناها حتى التو كي نحكي مع جبابنا وكل تحس جبابنا معناها هما حشامين وريزيرفد وجو سي با كوا، ومثلا تخرج معهم في سهريه ولا ما نعرفش شنيا يوليو يحبوا يتعارفوا عليك وكل، والاسئله تولي فيري كريبي يعني. فهمت تحسها معناها يو didn't build that trust يعني باش تجي تسالني سؤال فيري برايفت ولا ما نعرفش. دونك نحسها معناها it's either this or that، معناها it's either black or white، ما تتبنيش بشويه تحسها كالكونفيونس ويولي العبد يقرب منك بشويه، لا معناها يا اما يحاول ديريكت يدخل عليك يحب يعرف حاجات خاصة على الآخر على حياتك معناها ولا دري كيفاش، يا إما it's very shallow and very boring يعني. كاتيجوري ثانية اللي هي توانسة اللي هم تعرفت عليهم سواء ناس خذت نفس البورس اللي جيت بها اللي هي اسمها mixed scholarship. by the way اللي يحب يعرف حاجة على الميكست ينجم يتصل بيا ويسألني وكل. هي اسمها الميكس scholarship، فما معناها الناس اللي عرفتهم اللي هم mixed alumni، فما اللي مثلا جست نعرف اللي الشخص هذاك في الجابون اترافير حد آخر في الجابون. وبعد كي جيت بالطبيعة كي جيت للجابون تعرفت على ناس من بعد معناها تعرفت عليهم في لمات ديزيفينمون اكسترا. والكاتيجوري الاخرى اللي هي الانترناشونال بيبل اللي هما سواء اصحابي اللي كانوا معايا في الجابانيز كورس واللي اترافيرهم هما تعرفت على ناس اخرين، فما ناس تعرفت عليهم في رحلات، فما الناس اللي تعرفت عليهم في الخدمة متاعي زادا اللي هما فورينرز. نزلت محافظة على العادات والتقاليد على الاخر. صحابي وعائلتي معناها صحابي اللي في اليابان يعرفوني معناها كي دي سلمى دي تونس معناها ديما الماكلة التونسية ديما في داري، الانجريدينتس يعني اللي نطيبوا بهم كل شيء عندي معناها، كان من ديكور بخور وكل الحكايات هذيك الكل، لبس اللي تحب معناها كل شيء عندي. اي محافظة على الاخر معناها على الكالتشر متاعي، كيف اسبوعي كل يوم معناها لازمني مع كل ربا ولا نبدا نطيب لازم فما اسبوعي في الباك جراوند يخدم ويونس فيا. بالحق فريمون معناها نحب نشكر سلسلة تشوف لي حل على خاطر رافقتني معناها في سنوات الغربة الكل، ونتصور رافقت برشا ناس كيفي يعني. نحس في روحي حتى لتوا معناها بعد 6 سنين مازلت ماخذة التوريست اتيتيود في اليابان، معناها اني ديما نحس في روحي ديما نكتشف ما نعرفش هو to be honest if that's right or wrong يعني انه you don't really blend في الكالتشر وكل شيء. ما to be honest معناها فما حاجات تعجبني في الكالتشر اليابانية وفما حاجات ما تعجبنيش برشا، مثلا المعتقدات وكل شيء متاعهم مانيش انتريسي بها برشا، دونك ما نمشيش برشا التمبلز وشراينز. مشيت في العامين الاولانيين بعد سي بون فديت ما عادش نحب نمشي للبلايص هذيك. بار كونتر اذا كان فما بلاصه نتاع ناتور مثلا في الساكورا في الكويو في الخريف معناها نمشي نحب نعمل تصاور اذا كان بلاصه مزيانه وكل ناتور وكل واي نوت. كيف الماكله نتاعهم معناها تعجبني اما اتس نوت ماي فيفورت يعني، وما نحبش ناكلها كل يوم. اما كي نخرج مثلا ناكلها معناها واي نوت ما عنديش مشكل. دونك الحق نحس روحي مش 100% معناها
تأثرت بالثقافة اليابانية، وكما فسرت لك ما نعرفش هل هذا يتسمى صحيح ولا غلط، ونتصور it depends on the person. معناها بالحق it depends on the person. إذا كان أنت تعيش في بلاد وكل it's good معناها إنه أنت تكتشفها وكل بيان سور، مش لازم واحد يسكر على روحه وكل. أما بعد ان سيرتان مومون معناها أنت زاده من حقك إذا كان ما تحسيش تمثلك برشا وكل باش تصنع العالم تاعك معناها وتصنع جوك وكهو. معناها لهنا النظام والسهولة الحياة والأمن والأمان والحاجات هذيك الكل معناها ما غير معناها سيتون تري لونغ ليست يعني متاع حاجات وكل. كيف العباد زادة. النقطة الثانية اللي هي العباد، بيان سور مانيش نحكي شنو هي البوزيتيف والنيجاتيف، راهو حتى كي نحكي العباد نقصد معناها العباد في تونس يسون تري شالوغو وكل شيء. ولهنا معناها كيفاش انت معناها بالحق كي جيت لهنا حسيت روحي كأني شخصيتي هذيك في تونس لازمني نحيها ونلبس شخصية جديدة ما تشبه ليش يعني، على خاطر بالحق اكتشفت انه ما نجمش نكون بشخصيتي نتعامل مع العباد يعني، خاطر ils sont vraiment différents يعني. اكثر ذكرى في بالي الحق متاع ربي ممكن معناها خاطر ولد اختي تولد ملي جيت لليابان، فديما نحكي على ولد اختي، ديما نحكي على لي ماما اللي نعديهم مع بعضنا، اما ديما نحكي زاد على لونفونس نتاعي وما عنديش ذكرى واحده برشا ذكريات معناها ديما نحكي على كي كنت صغيره كيفاش قبل ما نجي لليابان كيفاش وكل شيء برشا حاجات يعني مش حاجه واحده الحق متاع ربي. ما كنت نحكي لك نشكر اسبوعي والماكله على وجودهم في حياتي، بالحق معناها ما نعرفش شنو كنت نجم نعمل من غير اسبوعي ومن غير الماكله ومن غير التليفون معناها اللي نكلموا به العائله يعني. اول لحظات الوحده عندي مثلا بنت خالي وقت اول ما جيت وكل شيء ديما نكلمها معناها بريس كل يوم نبقى نحكي معها بساعتين، وراو مثلا نبدا نعمل في اموري يعني وكل مش جوست شد التليفون معناها تبدا معايا في لابيل فيديو نبدا نقضي في اموري كيف نحن نكلم دارنا امي اختي وكيف مثلا هاني ندور في نقضي في مغازان في درا شنو وهما معايا معناها في التليفون وكل. دونك بالحق نشكر الناس زاد اللي في حياتي معناها هما اصحابي وعائلتي اللي كانوا مونسيني معناها نشاري معاهم كل شيء نوري فيهم وقتها في كل شيء من الاول وكل. سينا كيما حكيت لك الماكله كنت وين نحس روحي هكا سبابا ولا حاجه طيب هكا معناها كومفورت فود يعني اللي هو تونسي بيان سور نحط كيف نتفرج معناها يا اسبوعي حاجه تونسيه. الافلام المسلسلات التونسيه الكل عاودتهم راه مش في الوطنيه اثنين كهاورا وحتى عندي في اليوتيوب نعاود في كل شيء في نفس الوقت معناها مع تونس. الناس اللي هنا يشوفوني as an alien معناها بالحق برشا ناس ما عندها حتى فكرة معناها على تونس ولا ما فما برشا ناس ما تعرفش أصلا اللي فما بلاد اسمها تونس. فما برشا ناس يشوفوك مسلم معناها اوتوماتيكمون من اندونيسيا ولا ماليزيا هذاك شنو يعرفوا على الإسلام وإلا من السعودية معناها ما عندهمش حتى شوية هكا نولج يعني كيفاش تعيش وكل. دونك تحس العباد الكل هكا حاطين في مخاخهم انت مثلا مسلمة معناها انت very reserved ما تحبش تحكي مع العباد مثلا ما يحبوش يحكيوا معاك معناها في اي سوجي فهمت يبداو خايفين منك يعني. بيان سور كيف الناس في الشارع ولا في الترانسبور معناها اي تحس روحك you are very different وكل شيء. the sad part معناها اني كيفاش يشوفوني كشخص مثلا حتى الناس اللي يعرفوني نحس روحي اني I'm not being myself معناها خاطر كيما حكيت لك يعني فما دي بريجوجي تحس انه ديجا هو العبد عامل لك كاركتير معناها no matter how you really are تحس اللي هو ديجا عنده ايدي معناها وانت ما نعرفش معناها ساعات تحس روحك وما تحبش حتى تعمل the effort باش تبدلوا الفكره هذيك خاطر تو سامبلومون هو حر معناه يخمم كما يحب. اون بلوس ما تنجمش تبدل افكار الناس الكل ما هيش مهمتك يعني انت في الحياه باش تبدا تدور ولا والله راني مش هكا والله راني مخي مش مسكر والله راني جونتي فهمت كيفاش. دونك نحس روحي I'm not being myself معناها صوف مع كيلكو بيرسون يعني نجم معناه I can be myself.
definitely not. معناها ما to be honest من وجهة النظر متاعي معناها ما نشوفش حتى نقاط تشابه، يعني سواء في طبيعة العباد مختلفة على الآخر، حتى في العادات والتقاليد. مثلا ما نعرفش كيفاش نفسر لك. ريت مثلا نحن في تونس عنا نحن عيب مثلا باش تبدا تاكل وفما ناس بحذاك وما تعرضش عليهم. في اليابان نورمال على الاخر واحد ياكل اي حاجه معناه يجبد ياكل وبحذا العباد ونورمال ما يهمهوش ولا يعرض على حتى حد ولا يهمه معناه. فهمت ليه نحن عنا عيب وقله تربيه. والله الفازيت هذيك تضحك. ايش نحكي لك حاجه اخرى، نحكي لكم حاجه اخرى تضحك. في اليابان كي تمشي تاكل رامن الفو ميو معناها يو سلار، يعني تعمل لك الصوت، تعمل الصوت معناها وانت تاكل، اللي هي عنا نحن في تونس كيف قله تربيه معناها. ايوه. وكيفاش بعد ما تاكل معناها الرامن وكل شيء يبرب يعني تتقرع، وكيف نحن عنا في تونس عيب تعملها مع الناس وكل. فتحس اللي فريمون كل شيء بالعكس معناها. بورتون نحن we are more open يعني للناس وكل شيء، ما الحاجات هذوك عنا ما نعملوهمش كل. في اليابان هم حشيمين ومحافظين وكل، ويجي تبدا تسمع فيه معناها كمل كلي يعطيها تقريعه. فما مرة صار لي موقف يضحك على الاخر مع صاحبتي في ريستوران. نحن في طاولة معناها وفما واحد مقابلني في الطاولة الاخرى كمل كلي وعطاها تقريعة في وجهي. حاسيلو انا وصاحبتي هكا شدين مغارفنا، عملنا ستوب، تحس فما شكون عمل بوز ورانا متنا بالضحك ما نجمش معناها. نحن صاحبتي تونسية يعني نحن زوج سي بون ما عادش نجموا بالضحك. العباد الكل بيان سور يغزرنا في الشوب علاش نضحكوا هكاك معناها. التواصل ديما مع العائلة ولا أصحاب في تونس. كيفاش نحافظ على التواصل؟ بالكونستنت فيديو كولز معناها وكل شيء، والمسجينج وكل معناها. دارنا نحكي معهم كل يوم. أصحابي فما شكون معناها أصحابي الأكثر نحكي معهم باي تشاتينج يعني كل يوم، أما مش كل يوم يعني نكلمهم وكل. كي نروح نمشي مقابل عباد وكل. فما علاقات باش تبعد اوتوماتيكمون، فما علاقات بالعكس باش تزيد تقوى وكل. خاطر تحب ولا تكره كي باش يولي فما أقل لقاء معناها سي نورمال معناها العلاقات السترينث باش تتبدل وكل شيء، مش علاقاتك مع الناس الكل باش تبقى بنفس الطريقة. وهذه زادة مش مشكل معناها بالنسبة لي. we give more time to the more important people يعني في حياتنا وكل شيء. ما بالنسبة لي essentially تونس هي العائلة، وهي it's my origins يعني و it's my roots. I'm very proud Tunisian يعني بالمشاكل اللي فيها تونس وكل. معناها نحب روحي ديما تونسية معناها، ما نحبش روحي ما نتمنيش روحي من حتى بلاد أخرى. معناها تونس هي اللي تربيت وكبرت فيها، وكان فما عبد يشوف فيا إنسانة باهية معناها راهو الإنسانة هذيك تربت في تونس معناها من عباد توانسة، سواء مي بارون ولا عائلتي الكبيرة ولا المعلمين ولا سيفا نتاعي. فهمت which I'm proud of يعني. توحش الماكلة الحق خاطر سورتو نتوحش. عرفت الستريت فود حتى كان تعرف طيب كل شيء ساعات هيك تشتهي مثلا باش تاكل كعبة فريكاسي، مش لازم تبقى تخطط لها نهار لحد باش نطيب فريكاسي لازمني نشري فارينة وهاو ما عنديش طن هاو ما نعرفش شنو. فهمت نحب هكاك جوست تخطر لي اليوم شهية ملاوي نمشي ناكل ملاوي. حاسي لا بيان سور معناها لازم كل حاجة باش تخطط لها. بيان سور ما فماش لا ستريت فود ولا حتى مش ستريت فود يعني. definitely اليابان مش وطني الدائم الحق. اليابان باهية معناها بلاد باهية وعطاتني برشا. I'm so grateful معناها for my experience وحتى بالحاجات الصعيبة على الآخر معناها اللي عشتها وكل. I'm so grateful for all of that. أما كما فسرت بكري معناها إني نحس في روحي مانيش على طبيعتي معناها، وما نجمش باش نبقى ديما نعيش هكا. حتى كان ما ينجم يجي حد ويقولك مثلا لا اللي مش على طبيعتك هذاك ولا طبيعتك، لا مش صحيح معناها. أنا نشوف روحي كيفاش كي نروح كيفاش نبدأ نتصرف كيفاش نبدا نحس وكل شيء. نشوف سلمى معناها اللي في تونس والا اللي مع عائلتي واصحابي، ونشوف سلمى اللي لهنا معناها كل ماسك اللي لازمك تلبسه كل يوم، ونعرف اني ما نحبش نعيش هكا معناها. اليابان بلاد محلاها وكل، اما ممكن مشكلتي الاساسيه حتى غير العباد والعلاقات هي البعد. بالنسبه لي انا كان جت اليابان اقرب لتونس، كان جاي فما دايركت فلايتس، ممكن يولي في المستقبل but to be honest ما نجمش نعدي حياتي معناها نستنى باش يجي الوقت هذاك
معناها هكا ولا هكا اليابان باش تبقى بعيدة، فما حتى كان باش يولي فما دايركت فلايتس نتصور معناها لتونس ما أقلش من 17 ساعة، خاطر بالحق معناها there are 8 hours difference يعني بين تونس واليابان. باش تبقى السفرة طويلة برشا، الحق زاد مسافرة طويلة مثلا سورتو كان عندك عائلة ولا صغار ما عادش تولي very convenient وكل علاش معناها بالحق why would someone suffer this much يعني. بيان سور نجم نرجع لتونس ونحب نرجع لتونس ان شاء الله، ما نحب في ظروف باهية معناها نرجع لتونس، مش جست اني باش نرجع لتونس وكهو معناها بعد نفد ونمشي نهز روحي ونخرج مرة اخرى ولا لا، نحب نرجع لتونس في ظروف باهية ان شاء الله. entre temps نجم نمشي لبلاصة اخرى with better opportunities يعني، ويبدا نفس نيفو دو في كيما اليابان يعني، خاطر واحد بيان سور استانس بحاجة ما نجمش يهبط وكل، حتى كان في تونس النيفو دو في اقل وكل، على الاقل معاك العائلة، فما there are other reasons يعني. بالنسبة لي معناها هذيك هي من اهم الحاجات يعني. تونس علاش نخاف اني نرجع لها، ما تنجمش تعيش ديما بعيد معناها ايزوليتد، ديما ماكش موجود في الفاميلي ايفنتس وكل شيء معناها بيج ايفنتس. كيف كان واحد معناها واحد نهار يجيب صغار وكل، ما نحبش صغاري معناها يكبروا بعاد على عائلتهم، ما عندهمش سترونج تايز وكل شيء. المهم هو شوف كل واحد حر وكيفاش يخمم، وكل واحد it depends on his personality. I'm a family person معناها since day one بالحق معناها ما نعرفش كيفاش نجمت نعيش معناها 6 سنين هذوما. الناس اصحابي وعائلتي معناها يعرفوني، حتى لهنا حتى اصحابي مش توانسه يعرفوني معناها ديما نروح، عرفت سلمى اللي ديما تروح سورتو ديرنييرمون بالحق وليت نروح برشا معناها تونس وكل، وما نشوفهاش خساره فلوس ولو انه هما اللي بي غاليين معناها وتتكلف كل، ما بالنسبه لي ماهيش خساره معناها في اني نشوف عائلتي واني نعدي معاهم وقت ونبني معاهم دي سوفونير وكل. بالحق الحياه قصيره برشا معناها، ممكن هذيك من اهم لي لوسون اللي تتعلمها في الغربه، اللي الحياه قصيره برشا وجوسكا كون معناها باش تبقى تعيش وتعدي في حياتك ونهارك مع عباد ما تعني لك شيء والا ما تعني لكش حاجه كبيره يعني في حياتك معناها، وباش يجي نهار ويخرجوا منها، والناس المهمين وكل مخليهم وعايش بعيد عليهم يعني، فهمت؟ كما كنت نحكي لك العيشة لبرا علمتني انه الحياة قصيرة، وانه بالحق واحد لازم يتعلم وين يحط الوقت والانرجي، سواء في الحاجات والا في العباد معناها. وليت ما عادش نكسر راسي في مواقف والا في عباد مثلا ما تعني ليش برشا، والا اي حاجة نحسها سببها، والا مثلا المشكلة اللي هي فريمون مش كبيرة معناها بالنسبة لي، طونك الصحة لاباس والعائلة لاباس وكل شيء، اي مشكلة اخرى تتحل. كيف العباد اذا كان عبد ماهوش حد قريب لي على الاخر مش صافي معاك وكل شيء، تولي كهو معناها ما عادش تكسر راسك. بدلت نظرتي للحياة زاد انه معناها اني وليت مسؤولة اكثر معناها، وليت معناها كي نشوف العباد كيفاش تعيش في تونس نستغرب، خاطر كي تعيش لبرا تكون مور ريسبونسيبل، انت الفلوس هذيك دفعت الثمن معناها، مش كان تعب نتاع قرايه وما نعرفش شنو، بعد على العائله معناها، بعد على لي سوفينير باش تبنيهم مع العائله، لي مومون وكل شيء، فتولي تحس بقيمتها اكثر، تحس اللي لا لازم فلوسك معناها تصرفها في حاجات مهمه معناها، تعرف كيفاش تصرفها كوا يعني، فهمت؟ مش جست تمشي تشري وات ايفر واللي هي حاجه مش باش تبقى لك ولا ما نعرفش. فينالمون كل واحد حر. ما انا بيرسونيلمون هذه كيفاش تبدلت نظرتي معناها، اني معناها من قبل نعرف اللي الناس مهمين وكل شيء في حياتنا، وزدت وليت نعرف اكثر معناها الاهميه نتاع العائله والفاميلي تايز يعني، والفاميلي ريليشن شيبس. نحس روحي وليت كيما حكيت لك مور ريسبونسيبل كل شيء، في نفس الوقت نحس في روحي كنت فيري سنسيتيف وكل شيء، ونحس في روحي وليت ليس سنسيتيف، مش ليس سنسيتيف ميبي ما عادش نظهر برشا معناها كيما قبل، اللي هي حاجه to be honest I'm not so proud of، but الحياه معناها شنو تحتم عليك كيما حكيت من الاول معناها، اللي هو انت لازمك ديما تقف في روحك وكل شيء، فوليت مور راشنال معناها، ديما نخسر الكوتي الراسيونيل نتاع الامور، نكون مور براكتيكال يعني، ما ناخذش برشا وقت باش نتجاوز وكل شيء، والحق ما نعرفش هل هذه حاجه باهيه ولا مش باهيه يعني. نصيحتي للتوانسه اللي يفكروا يسافروا ولا يعيشوا لبرا، انه اول حاجه ما تخرجوش كارهين تونس، ما تخرجوش كارهين بلادكم وكل، وراو البرا معناها ماهيش الجنه، اكيد باش تعرضكم برشا حاجات معناها، برشا مشاكل وبرشا صعوبات، لازم انت تكون حاضر لها يعني، وتكون حاضر نفسيا، مش تتأزم اول ما تصير لك مشاكل، ويني الحياه اللي كنت نحلم بها وكل، كيف زاده من غير ما تعمل دراما معناها نتاع لا وهاني حزين وهاني وحدي، في الاخر حتى حد ما ضربك على يدك اخترت وحدك باش تخرج
الخارج وكل حال. الكلام هذه زاد نحكيه لروحي معناها قبل ما نحكيه للناس الاخرى. والحاجه الاخرى هي معناها ما تسكرش على روحك في البلاد اللي تعيش فيها، ومن غير ما تبقى تقارن يعني دون لو سونس. هو ديما فما زوز انواع، يا واحد يكره تونس ويبدا نهار كامل يسب ويقارن في البلاد اللي يعيش فيها وهاي ديما خير في كل شيء وهاي تونس ما نعرفش ما فيها حتى شيء يصلح، والا العكس تونس وما نعرفش شنو والبلاد اللي نعيش فيها مخيبها والطقس مخيب والعباد ودرشنية. معناها لا تكون لا هكا لا هكا. اذا كان انت تعيش في بلاد بالحق استمتعوا معناها بالحق، ما ضيعوش فرص انك انت في بلاد مثلا فيها ما نعرفش انت حتى تونس معناها تولي تروح في تونس تمشي في الصيف هاك مشيت للجربة هاك مشيت للجنوب ها ودرا شنو، والبلاد اللي تعيش فيها ما تعرفش حتى تخرج من المدينة اللي ساكن فيها. معناها اخرجوا حوصوا اصرفوهم الفلوس راه معناها مش باش تبقى كان تجمل في الفلوس باش تروح تعدي هيك الجمعة في اوتيل في تونس. لا معناها عامك فيه 365 نهار ما فيهوش كان هكا الشهر اللي باش تعديه في تونس. هذا كان انا عديت شهر اصلا كان مش اقل يعني. دونك فوالا معناها استمتعوا بحياتكم وحاول تاخذ من الكوتي هذا ومن الكوتي هذا، معناها لا ما تكونش اكستريميست الكل. دور التوانسة في الخارج انه يشجعوا معناها الناس على التوريزم، انه يكونوا دو بونز اكزامبل باش الناس تولي تعرف تونس وتولي تحب تجي لتونس. كيما مثلا برشا يابانيين كي نحكي معاهم وكل يقولوا لي معناها اي واحد معناها نعطيهم الفكره اللي راهو تنجم تمشي تونس اذا كان تحب تمشي المغرب والا تحب تشوف مصر، خاطر هما يعرفوا البلدان هذيك معناها وكل. ولا اذا كان تحب تمشي لايطاليا حتى كي تمشي لاوروبا راهو تونس راهي قريبه معناها ساعه ونص تجي في تونس توري تصويره باهيه على بلادك، ما تبداش ناقم عليها وكرهها وتحكي عليها بالخايب. بري معناها لي كوتي بوزيتيف وكل. كيف التوانسه في الخارج اللي هما معناها والله تبارك الله معناها نشوف اللي تونس معناها فما برشا ناس ما شاء الله عليهم ويعملوا فيه دي سمول بزنس وكل شيء. I'm so proud of معناها نشوف اللي نحنا دورنا هو نعملوا الببليسيتي للناس هذيا معناها. وديما بالحق كي نروح لتونس ديما نجيب دي كادو معناها ارتيزانال وكل نتاع ماركات تونسيه وكل ونعطيهم للعباد معناها ونفرح كي ناخذ جود فيدباك وكل شيء. بالطبيعة نحب هاي حاجة تربطني بتونس راني اكيد مش نعملها معناها من غير ما نخمم. سورتو توا معناها كي بديت نخدم ولا عندي اكثر وقت مش كي كنت نقرا وكل. دونك اي معناها ان شاء الله حتى في المستقبل نحب اذا كان تبدا فما هكا بروجيكتس وكل شيء ذات لينكس تونس واليابان والا بالحق نحب حاجه هكاكا معناها تخليني لايك ا بريدج يعني between the two countries وكل. ميرسي خاطر سمعتوني وتفرجتوا فيا. ان شاء الله يكون اعطيتكم معناها شويه فكره على العيشه في اليابان وان شاء الله نكون افدتكم يعني. اذا كان واحد يحب يعرف حاجه معناها اكثر على العيشه في اليابان ولا يسالني نجم يجي يحكي معايا معناها في الانستغرام ولا في ماسنجر ولا في التيك توك. ديما نشاري معناها نشاري هكا دي مومون مثلا نشاري ديما البلايص اللي نمشي لهم وكل. والله البلدان الكل محلاها معناها وراو مش مهم معناها شنو البلاد اللي تعيش فيها. بالنسبه لي انا كل انسان هو حر شنو البلاد اللي يختارها، مش معناها اللي في بلاد يخلص فيها اكثر فلوس والا اللي فيها اكثر تطور ولا اللي فيها ما نعرفش شنو يعني هو فرحان. هي الحكايه كلها حكايه مونتاليتي معناها نجم يكون انسان في بلاد اخرى معناها غير تونس وبلاد فقيره وكل شيء ويبدا فرحان على الاخر، وتنجم تكون في اكثر بلاد متطوره وتدخل في فلوس كالتراب معناها وماكش فرحان. it's all in your mind يعني. بالحق معناها life is too short so please enjoy it يعني. اهم حاجه معناها حتى كان خرجتوا كل ما تنساوش بلادكم ما تنساوش عائلاتكم. I'm getting emotional. ما تنساوش معناها don't forget where you come from يعني وكل. حاسي لو كهو معناها اذا كان تحبوا تسالوني اي حاجه مرحبا كان نجم نعاونكم. كيما حكيت مالغري الاكسبيريونس تاعي في القرايه ما كانتش باهيه برشا ما راهو ما تاخذوا حتى حد از ريفرنس معناها. كي تسمعوا ديز اكسبيريونس نتاع عباد معناها ما تمشيش في بالك راهو انت باش تعيش نفس الحاجه حتى كان هو العبد هذاك في البلاد اللي انت تحب تمشي لها يعني ولا في الباركور معناها نفس القرايه نفس الفيلد وكل شيء راهو ما فماش حتى اكسبيريونس تشبه الاخت.
كل انسان راهو عنده اكسبيرينس اوريجينال، معناها it shapes him into the person he is. كل واحد باش ياخذ كيما نقولوا نحن دروس الحياه اللي باش تعاونه هو باش يتطور معناها كشخص. بليز enjoy your lives، خليوا عندكم معناها قوه الشخصيه باش انه انت تعرف شنو اللي يصلح بيك وشنو اللي ما يصلحش بيك، وانت باش تختار حياتك يعني مش الناس تختارها لك، فهمت؟ وكهو ميرسي، وان شاء الله عامكم مبروك، كهو بسلامه، باي باي. Only group Tunisians everywhere.